السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب. في اللايف ده طبعا إن شاء الله النتيجة زي ما الوزارة أعلنت حتى هذه اللحظة إنها احتمال تكون يوم الخميس اللي جاي. يعني ده متوقع برضو إن شاء الله يوم الأربع القادم احتمال تكون إعلان نتيجة أوائل الجمهورية في كل التخصصات والمجالات، علمي وأدبي ورياضة وعلوم وكل حاجة. أتمنى إن شاء الله التوفيق لكل الناس. زي ما انتم طبعا عارفين ان المؤشرات كلها ان نسب النجاح عاليه جدا. بس القصه طبعا مش في نسب النجاح، يعني هو اللي جايب 30 ده ناجح في اي ماده من 60، بس الفكره في المجاميع والتفوق، درجات التفوق قد ايه. فهو ده موضوع خلاني ابقى عايز اكتب لكم او اوضح لكم حاجه، اللي هي العنوان بتاع اللايف: ازاي اعرف الدرجه بتاعتي في الماده درجه حلوه ولا درجه وحشه. لان احنا بنتعامل مع الموضوع ده بشيء من العاطفيه، يعني انك موضوع عاطفي. انا زعلان، انا كنت عايز اجيب في الماده دي اكتر من كده، انا كنت عايز اجيب يعني مش يعني حاجات شبه كده. طيب انت عايز تقول ايه بقى يا احمد غنيم؟ بص يا سيدي، طبعا الارقام الحلوه حلوه والارقام الوحشه وحشه. يعني اللي جايب اي حاجه فوق ال 50 فده درجه عاليه جدا، لان نسب التفوق فوق ال 50 قليله جدا السنه دي. يعني انت مثلا لو جايب 54 يعني 90% في الماده، 54 من 60 مثلا في الجغرافيا او في الكيمياء او اي حاجه، فده عندك 90% في الماده دي، فدي درجات حلوه. اي حاجه فوق ال 50 حاجه كويسه. طيب وطبعا الدرجات اللي في الثلاثينات والكلام ده مش كويس، بس انا عندي معيار متوسط عايز افهمه لحضرتك، يا ريت تركز معايا فيه. بص يا سيدي، اول حاجه هتعملها هتشوف المجموع الكلي بتاعك. فانا النهارده جبت مجموع كلي مثلا 75%. اوكي، خليني بس ايه افهمكم الفكره ببساطه. انا جايب مجموعي الكلي كام في المية؟ 75%. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب تعالى بقى نبص على مادة. جبت كام انت في المادة؟ جبت والله مثلا في الجغرافيا جبت 45 من 60. طب 45 من 60 دي يعني ايه؟ يعني 75%. يبقى في الحالة دي الجغرافيا تعبر عن مستواك العام 75%. فانت جبت في الجغرافيا 45 من 60 اللي هي 75% برضه. يبقى الجغرافيا هنا لا هي المادة اللي رفعتك ولا علت مستواك، ولا هي المادة اللي نزلت مجموعك. ده الافريج بتاعك، ده المستوى المتوسط بتاعك، فانت حققته. وبناء عليه طبعا برضه هي مش لازم تبقى يعني اكريت قوي كده بدقة فظيعة. يعني لو جبت مثلا في الجغرافيا 46 47 حتى 44 نزلت حاجة بسيطة، المهم انت في منطقة ال 75%، 74 76 77، انت في المنطقه دي. فاذا كان مجموعك 75% وماده درجتك فيها كام في المية نفس المنطقه، فالماده دي لا رفعتك ولا نزلتك. طب لو لا قدر الله بقى، لو لا قدر الله واحد مثلا مجموعه الكلي، لا قدر الله مجموعه الكلي 55%، ناجح وجايب 55%، جاب كام بقى في الجغرافيا؟ 45 من 60. نفس الدرجه اهو. 45 من 60 دي يعني انت في الجغرافيا 75%. يعني انت في الكلي 55 وفي الجغرافيا 75%. ففي الحاله دي يصبح رقم 45 ده بالنسبه لك رقم حلو ومميز، وتبقى الجغرافيا رفعت مجموعك وعلت مجموعك. شفت بقى؟ الاولاني اعتبرنا ان الجغرافيا 45 ما عملتلوش حاجه. التاني ال 45 دي تعتبر بالنسبه له يعني طوق نجاه، هي اللي رفعت المجموع بتاعه جدا لفوق. هبقى طالب ثالث، جبت كام يا سيدي في المية؟ قال لك والله انا جايب 88%. طب انت جايب كام في الجغرافيا؟ 88%. جايب 45. يا نهار ابيض، 45 في الجغرافيا يعني 75%. ده انا الجغرافيا دي نزلتني، وهي اللي نزلت مجموعي. ده انا لولاها كان زماني مثلا لو كنت جبت فيها حاجه و50 او 50 كان زماني دلوقتي انا المجموع الكلي بتاعي وصل ل 91% مثلا او 92%. فيبقى هنا هي نفس درجه ال 45 مع 3 احتمالات. طالب كان هو ده مستواه، طالب الجغرافيا هنا نزلت مجموعه، وطالب ثالث الجغرافيا هنا رفعت مجموعه. فتعرفها ازاي؟ تقيس كده بقى على كل ماده من المواد. انا جايب كام في المية؟ والله جايب 75% مثلا. طب جبت كام في العربي؟ جبت كذا كذا، ده كام في المية؟ جبت كام في الانجليزي؟ كذا كذا، ده كام في المية؟ وابدا اخد كل رقم اقارنه بالمجموع الكلي.
واشوف هي في المنطقه بتاعت مجموعي الكلي الافرج المتوسط ولا اعلى. يبقى اذا ده معناه ان الماده دي رفعت مجموعي بشكل عام وعوضت الضعف في مواد تانية، ولا نزلت اقل من الافرج بتاعي فتبقى الماده دي اذتني وضيعت مني درجات. لازم حضراتكم تبقوا فاهمين كده عشان يبقى تقييمكم للدرجات تقييم موضوعي. ما تقيسهاش بالحته، قيسها بالاجمالي عشان تبقى فاهم الوضع بتاعك عامل ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان زي ما قلت لكم نسب النجاح عاليه جدا جدا السنه دي. يعني عايز اقول لكم مثلا في الجغرافيا نسب النجاح 94%. يعني ال 6% اللي ما نجحوش دول بالمناسبه ممكن يكونوا اصلا في منهم 3 4% ما راحوش الامتحان اصلا، يعني نسبه غياب. فاذا نسبه النجاح تكاد تكون كامله يعني. ولكن نسب التفوق انك تجيب فوق 90% في الماده، فوق 54 في الماده او 52 او كده قليله جدا. يعني بالارقام مثلا بما ان عندنا 194,000 طالب ادبي، يعني اللي جايبين فوق 90% هم قالوا لنا 2% ولا حاجه. يعني احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 3000 طالب هم اللي جايبين فوق ال 54 وال 53 من 60. 3000 طالب بس على مستوى مصر كلها. فاذا النجاح كتير، مش هنلاقي ناس عندها بعد الشر دور تاني، لكن التفوق والمجاميع قليله جدا جدا. ده بصفه عامه، مش بتكلم عن الادبي بس، بتكلم بصفه عامه يعني. بس فهو دوت اللي حبيت اوضحه لكم. يا رب تكونوا يعني برضو استفدتوا شويه من اللايف ده. واستنوا بقى اللايف اللي كل الناس تسالني عليه وقاعدين يبعتوا لي عليه، يا مستر اوائل الجمهوريه وحوارات. ايوه يا حبيبي هعمل لكم لايف اوائل الجمهوريه، بس قبلها بيوم كده ولا 2، عشان البيزنس مولع نار، السين والع اليومين دول، في خناقه، الناس كلها قاعده مترصده، ينزلوا بس اساميهم والعروض ستنهال عليكم. انا عايز اقول 10 اوائل على الجمهوريه من دلوقتي. كان دايما اللي من ال10 اوائل على الجمهوريه ده بيستنى ايه؟ بيستنى المكالمه بتاعت الوزاره، مكالمه الوزير بقى، مكالمه من مكتب الوزير، الحاجات الجميله اللي هي بتبقى بتسبورت الطالب دي نفسيا. وبعد كده في تكريمات وحاجات كتير جدا حلوه بتحصل لهم برضو. لكن دلوقتي يا عم بقى خلاص، انت مستني مكالمات اهم دلوقتي، مكالمات الاوفرز، العروض. ف انا طبعا مش بقول ان كل الناس بتعمل كده، بس في ناس بتعمل كده، وفي ناس العروض بتغريهم جدا ان هم يعملوا كده. فانا بعمل لكم لايف بقول لكم الموضوع دوت. وزي ما قلت لكم في اللايف اللي فات الاسعار ولعت، وهقول لكم انا لو حد طلع عندي من اوائل الجمهوريه يعني يتعامل معاه ازاي. يعني طبعا الموضوع بقى شبهه، يعني اذا انت عندك ناس من اوائل الجمهوريه، انت مدرس بتقول انت اكيد شريف. لا، انا هقول لكم لو عندي حد من اوائل الجمهوريه يتعامل معايا ازاي لو يحب، لو هو يحب. هو ممكن يكون بالنسبه له في حاجات بناقص غنيم، فتمام زي الفل يا معلم، انا مش هتكلم يعني. طب مش هتتكلم ليه يا مستر؟ لاني هعتبر العلاقه بيني وبينك علاقه عمل. انت راجل جيت خدت عندي درس، تفوقت لانك شاطر ومتميز، ودي حقك لازم يتقال. وتفوقت وطلعت من الاوائل لان كان معاك ستاف مدرسين كلهم شاطرين، وانت كنت اديتني فلوسي، يعني انا خدت حقي المادي، يبقى لي حق معنوي انت مش عايز تديهولي وعايز تستثمر فيه بشكل تاني افضل. فانا يعني لن احرمك من هذا الامر، ولن اتحدث ابدا، مع يعني تحفظي طبعا ان طبعا اكيد ده شيء ممكن يكون يعني ممكن تحرمني من الناحيه المعنويه، لكن انك تنفست ده مع اسم حد تاني، يعني هقول ايه براحتك. هو دي معطيات الزمن اللي احنا فيه، اللي لازم كلنا نتاقلم معاه. وانا مش زعلان الحمد لله. انا كده عندي قناعه كبيره جدا ان المدرس اللي اشتغل وعمل شغله ونتيجته كويسه، مش هتبقى من ان في دي بيسموها الكريزه اللي فوق التورته، ان يبقى عندك حد من اول الجمهوريه. انما اختصار الشغل والتعب والجهد كله في حته اول جمهوريه ولا تاني ولا تالت ولا رابع، ده يعني بيكون في اجحاف يعني ظلم للجهد اللي اتبذل. فاذا كان هو دلوقتي مجال استثمار وهو السوق دلوقتي بقى بيعمل كده، فاوكي انتظروا يا جماعه، اللايف ده هيبقى لايف جامد قوي، عشان حتى لما تبيع بيع بالغالي. معرفش بقى طبعا يعني ده عند ربنا ايه، بس لما تبيع بيع بالغالي، خد حقك. اذا اتتك الفرص فاغتنمها زي ما يقولوا يعني. سلام.